والله العلي العظيم ما لذ وطاب بالتايم. وش ارتوت وش اخلي ارد على وشه اتفاعل عند منو يود وش صار وليد بالله. انا بطلعك من القبيله الهلاليه. كيف يا يا ابني ولد نام؟ ترى على فكره وليد ترى على فكره والله تعبان يا وليد. بناء على كلام يوسف 80% من مشجعين الهلال ما يشاهد المباريات، يهم التايم والطقطقه. غير صحيح هذا واحد نايم. انا ضارب مشوار من حفر الباطن للرياض عشان احضر المباراه. كيف جبت لنا الكلام ابو ميشاه؟ يدورون خلهم يا رجال خلهم. والله اني تعبان ونمت بالغلط والله الحمد لله لحقت على التوالي. تم تنزيلك ترى رتبتين. ما عليك لازم تعوضها. احضر مباراة جدة ان شاء الله وارتفع رتبتين. اول شيء الف مبروك معادلة الرقم التاريخي، وباذن الله المباراة الجاية ينكسر الرقم ونصبح على هرم العالم، على رأس هرم العالم. والله ما عندي شيء اضيف لان ما ادري وش صاير، لكن يبدو ان الانين عالي، الفولت عالي جدا. يعني كم مساحة؟ طيب انا استاذن يا جماعه، الله يعطيكم العافيه ويخليكم. شكرا لك يا وليد وسلوم ومحمد والاخوان اللي تداخلوا معنا. بخليك حبيبي ركان، شرفتنا والله. هلا يا خالد. والله يا ركان انك غالي لانك من قبيله الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الميول والاخوك ترى ما يفرق بين الاخوان. لا ما ترى ركان العيب الوحيد فيه انه يشجع النصر. والله هذا مو عيب، بالعكس شرف. واحد من اجمل واطيب الناس اللي شفتهم في حياتي. والله العلي العيب الوحيد فيه انه نصراوي. إن العصيمي يوم شفت العصيمي اخر شيء اني استرست لانهم خوال وبنيخي بنفس الوقت، خوال وبنيخي. الله يرضى عليك. ودائما اواجههم كلهم عائله عظيمه عندنا بحايل العصيمي قبيل خالد دقيقه، في تبديل ركان ينفع يسوي اعاره؟ نعطيكم سلمان اعاره وتجينا انت؟ لا انا اقول خلوا سلمان. انا اقول خلوا سلمان ولا ابو ميشه، خذوه وتعال يا ركان. لا والله خل سلمان عندكم يا حبيبي وانا خلني قاعد. الله يرضى عليكم. اي والله العلي. ليه شوف يا وليد شايف المنافسه الرياضيه وكذا ما انهزم وجه اقول سحر سلامات يا وليد. تبقى المحبه منافسه هلال ونصر وما ادري تروح هذه، تبقى الرجوله الاصليه ان يحترم الشخص منها كالربع، منها كالقبيله، منها كالناس، وانه احترام وتقدير، ويبقى احترام وتقدير. ركان والله العظيم انه غالي وعزيز علي، حتى من كلامه ومنطوقه والله منطوق الرجال، اقسم بالله العلي، وانا ما اعرفه ولا يعرفه. الله يعزك ويرحم والديك. انا والله ما ودي انزل وانت تسولف، لكن الله يعطيك العافيه وما قصرت. شكرا لكم. توكل على الله يا وانا اقول اسال الله العلي القدير في هذا اليوم الفضيل اول شيء ان يجزي كل شخص ساهم في حاله سلوم اولا. الشيء الثاني اسال الله العلي القدير انكم باذن الله ما تفوزون المباريات الجايه. شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافيه. هذه بعيده عليك يا ركان، والله بعيده، اقسم بالله بعيده. انا عارف لو انا وياك في مكالمه لحالنا يا ركان كان الوضع مختلف، بس يلا. والله العظيم. طيب الله طيب بس بقول شيء لانه جاني صل قبل شوي عن شفاء اولاد حبيبنا وبنيه شفائهم. اسال الله العلي العظيم ان يكتب اجرك اللي ارسلت الايصال. طبعا ما احب اني اذكر اسمه. باقي بالحاله 100. الله لا يهينكم، خلونا نقفلها. ابو عمر انت وين رحت ابو عمر؟ يا ولد التايم ابداع ماني يمك. روح كيف كنت مساعد مولع البناخي يا ابو عمر، مولع الدنيا يا اخي. انا بعد اذنك المساحه تحتاج ابو منيف. انا استاذن منك. المساحه تحتاج ابو منيف. انا ابو منيف يسعد. والله وين رايح وليد؟ ابو منيف بس ما ادري ايش فيه. ابو منيف سيف من سيوف الهلال. سيف من سيوف الهلال. خل بقول حاجه والله جميع الهلال هي. انا استاذن. لا وليد قبل ابو منيف ذا كان ينتظرنا ننتقد جيسوس ويجي يعاكسنا. لما صرنا الان ننصف ما في شيء يجي يقول الان. ماشيين على الصراط خلاص. والله ترى انت تدور هواش من الاخير. والله الفريق ماشي صح خلاص روقنا. انا استاذن منك ابو عمر ومن سلوم من الموجودين جميعا. مساحه جميله والله العظيم ان استمتعنا معكم، وانا والله رايح مناسب ولا كان والله ودي اجلس معكم. يعطيكم العافيه يا الربع. الله يرحم والديكم. والله انك عزيز وغالي والله، وطرحك جميل ورائع. الف مبروك
ألف مبروك حبيبي يا خالد شمر، استاذنكم يا رب. طيب الله يرحم والديك وليد وموفق. طيب الله يكتب اجركم، الحاله تقفلت بفضل الله، ثم بفضل تبرعكم ومساهمتكم. اسال الله العلي العظيم ان يجعلها شفيع عليكم يوم القيامه، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعوضكم ما دفعتوه اضعاف اضعاف في الدنيا واضعاف في الاخره. طيب اللهم صل على محمد. والله ما ادري ابو عمر، ترى احنا خلصنا المايك وانا ما يمدي ارفع احد. اذا بتختم ابد المساحه عندك. دقيقة لحظة بس. ما اقدر اساعد الليلة وكنت وفلة وسهرة والهلال فايز والدنيا مرزفة، وين تختم يا البناخي؟ يقولوا ويكند ما يدري اني مداوم اليوم ومداوم بكره. بس طيب في دقيقة ابو عمر بعد اذنك، في راكان رافع وقف، الله يكتب اجره. دقيقة خلينا نشوف كم باقي فيه. يا ما شاء الله تبارك الله، باقي ابو عمر حدود 2500 ريال بس بالوقف اللي رفع ركان. فاللي عنده قدرة وما لحق انه يدفع بالحالة الماضية ابد الله يكتب اجره، يتبرع هنا وربي اسال الله العلي العظيم انه ركان رافع وقف، لا رافع حالة، ما ادري انا اي حالة. ايه طفل بعمر 3 سنوات بحاجة. اي والله قفلوها له، والله راكان يستاهل ترى يعني الله يجزاه بالخير، ادعموه تكفون، الله يجزاكم بالخير، واللي ما يقدر فدل على الخير كفاعله. اي يعطيها رتويت الله لا يهينكم. الله يجزاكم خير ان شاء الله. طمنون العميد بدت والله ما بدت؟ اي بدت. شوف الان الدقيقة 38 0-0 الدقيقة 38. يعني حنا انطربنا امس والله يا ابو شمر واليوم فزنا، ودنا ننطر باخر الليل بعد على صيحة الاتحاديين. اقسم بالله اني بوناسه ما يعرفه الا اللي يجلس عندي ويعرفها الله سبحانه وتعالى. يا رجل اليوم انا متعة عظيمة، اقسم بالله العلي العظيم. من الهلال يصنع مزاجي، الهلال يروق ترويق، والرياض متقدم 1-0. واحد من الشباب عندي بالاستراحة قلت تبي تنتهي 2 أو 3 للهلال وخذها منهم يا اخوي. الهلال شانين حملة ترى، معلش على المقاطعة، بس شانين حملة ترى على مالكم، مع ان اللقطة واضحة بكل الوضوح انه كان ماسك القارورة بيده وواضحة حركة اليد. انا بسوي عليها كلوز على اللقطة بالضبط وبنغردوا فيها. يعني محاولة التجيش ضد مالكم لا فاتحة مساحات الحين، يا حتى الجيران تاركين مباراتهم وجالسين في المساحة هذه، جالسين يدعمون على المايك انه يتخذ قرار ضد مالكم. طيب السؤال يا المشكلة ان الحركة واضحة، يعني سلمان ليش يتجهون لمثل هالشيء؟ والله الواحد ما يدري شيء. بما انك يعني متابع للشان الرياضي، لو اقول لو مثلا ولا ان شاء الله ما راح يصير شيء، لو وقف مباراة او مباراتين، هل يوقف بآسيا او بس بالدوري؟ شلون قصدك؟ مثلا قرار النباطي؟ لا الايقاف يكون بالدوري بس. بالدوري وكاس الملك. اي لا اترك كاس الملك والدوري، ابي آسيا من الثلث الجاي، يعني ما يوقف. لا ما يوقف فيها، بس هم شادين حيلهم يعتقدون ايوه انا هذا كلامي. تعال يا كبير القارة، وشوف اللي ازعجونا وليد واشكال اللي ذاك اليوم يقولون سافيتش عادي جدا ما يلعب باسك. شوف كيف اليوم وصلتك بدون سافيتش وبدون نيفيت. اقسم بالله يرثى لنا اليوم الشوط انا ابي البناخي محمد العبد الله. هلا محمد العبد الله عبالي انا. هذا عادل عزوه هذا بناخي وعلى راسي، لكن عليك حق. جيت الديره ولا مريته. والله اني انشغلت يا خال، والله يا خال، والله يا خال اني انشغلت، قسم بالله والله اني انشغلت، والله. وبعدين والله اني ما طولت، يشهد الله ما طولت، لان عندي شغل وعندي لازم ثاني يوم ارجع للرياض، عرفت؟ فوالله ما مداني، اللهم على ما نزلت العجوز وهذا ورجعت على طول، عرفت؟ وعلى طول والله على ما تزيل رجعت على طول، لكن معوضه والله يا خال. خبر اللي عندك يا ابو عمر، والله مخبر يا حبيب، يعني مع الجميع متسامح مع الجميع، جميل مع الجميع يا حبيبي حقيقي. يا حبيبي يا خال، يا حبيبي يا خال. طيب
يا عيال التايم والله العظيم ممتع اليوم، ممتع جدا. السلام عليكم. السلام يا هلا. حالك الله. سنو. الف مبروك هلا الفوز هلا هلا هلا. يا جماعه، لا حد يروح يقول لا وما ادري ايش، خلوهم، خلوا العالم تصيح، نبي ننطرب، نبي نستانس، لا حد يروح يناشبهم على المايكات، خلوهم. الا بطلع يقول كلمه الحق يا ابن الحلال، عمرها ما صارت. بعدين وش الحق اللي في صفهم؟ ما عمرهم صاروا في صف حقي اصلا. خلوهم يا جماعه وانبسطوا، واللي ما ضحك يدخل منشن حق رونالدو بس يضحك هناك ينبسط. والله العظيم ممتع، والله العظيم منشنه ممتع. ابو عمر ولا قطع وردك سلمان، ابو عمر مرسول برك كم له مع النصر؟ تقريبا 4 سنوات. انت متخيل ولا بطوله، واحنا تقريبا لنهايه الموسم بنكمل 4 شهور بالمملكه ارينا بنحقق بطوله الدوري. يا ولد الهلال يعز، والله عز يا شيخ، عز قسم بالله. اويلي الهلال، اويلي الهلال، اقسم بالله يا الهلال يا ابو عمر، اقسم بالله انه سعاده يا ولد. يا جماعه الخير، الهلال شيء ما اقول. ان قلت خيال، ان قلت عالم ثاني. اللي ما شجع الهلال ما عرف كرة القدم الى الان، ما عرف كرة القدم. انصح جميع الجمهور الرياضي من الجماهير الثانية ان ينتقلون تشجيع الهلال لكي حقيقة يعيشون كرة القدم صح. انا اشهد. اسلم يا ابو عبد الله، عندك عزوه، مبروك. الله يبارك فيك يا مرحبا، مساك الله بالخير ابو عمر، مساء الخير للاخ سلوم والجميع اللي على المايك، الخال خالد والاخ ابو فهد سلمان وجميع المستمعين كافه. والله يا ابو عمر يا اخي ما ادري وش يبون من الهلال. يعني في بلنتي الشوط الاول حسبها الحكم ورجعوا حطوا تسلل، اقسم بالله ما هي تسلل، قسم ما هي تسلل. انا ما ادري، والدليل انا عندي دليل واضح وصريح. لما جاء هدف الرياض الاول اللي يلغي بالتسلل، على طول جابوه العاده وجابوا هذه التقنيه الحديثه. متى جابوا التقنيه حقت الهلال؟ بعد هدف الرياض ب5 دقائق، علما هدف الرياض بعد هدف الهلال ب5 دقائق ايضا. وش معنى هدف الرياض جبتوه على طول بالتقنيه وهدف الهلال تاخرتوا؟ ليه تجيبون حركه للعبه الكوره؟ واضح لاعب الرياض مغطي على الحمدان، يعني سبحان الله ما حد تكلم فيها. بلنتي سعود عبد الحميد، النتيجه كانت وقتها 1-1 ولا لا؟ اي نعم كانت 1-1. ليه ما اعطانا بلنتي؟ لا صار بيفوزنا. بلنتي واضح العمى يشوفه، ليه ما حسبه؟ بلنتي متروفيتش يا اخي، جارنا اللاعب قبل لا تيجي الكوره بينهم ماسكنا اللاعب. ارجعوا للقطه بدايتها شلون مسك اللاعب واخره. ما يحاسب البلنتي على وصول الكوره عندهم، لا شاف انه حازن اللاعب قبل ما تيجي الكوره حسبها بلنتي. شلون يصيحون؟ انا ما ادري ايش يبون من الهلال بالضبط. هم يبون انك ما تعطي الهلال حقه عشان يقولون الهلال الان الحكم عادل، لكن لما يعطي الحكم حق الهلال لا هذا ظالم وهذا فيه وهذا ما فيه وما ادري كيف. الحمد لله اليوم فوز، لكن اللي قهرني حقيقه لازم اقول الكلمه ذي. لاعبين الهلال بدايه الشوط الاول داخلين ضامنين الفوز، لذلك ظهروا بمستوى سيء جدا وبارد جدا بل باهت الشوط الاول. يا اخي ما هو هذا الهلال، ما هو هذا الهلال. حتى ضربه الجزاء تضيعها كذا بسهوله. ليه؟ الفرق الصغيره ذي لا تستهتر فيها. كل ما تاخر الوقت كل ما صار ضغط عليك اكبر، وكل ما صاروا يتمادون بضاعه الوقت، كل ما صاروا يحاولون ينرفزونك لين تضيع تطلع برا جو المباراه. اليوم الله رزقنا بحكم ما نقول يعني انه يعني رغم ما سواه بالهلال لم يعطي الهلال بلا حقه في بلنتيين، لكن نقول افضل من غيره، حكم يعني شجاع، ولا والله ما يفوز الهلال حقيقه. ضربات الجزاء كلها اللي سجلت صحيحه 100% واللي ضاعت صحيحه، وهناك ضربتي جزاء الغيت على الهلال. ما يمنع انك تعطي اللاعب 5 6 7 اذا هي ضربات جزاء صحيحه، بس احنا ابتلينا بناس جهله لا تعطيه بلنتيات. ليه تعطيه بلنتيين يا اخي؟ في زمان اول ايام التحكيم السعودي اللي يعطيك بلنتيين هذا يشنق شنق، لذلك ما يعطونه الى بلنتيين. لكن الفرق الثانيه ياخذون بلنتيين 3 4 عادي. ترى النصر العام عطي 3 بلنتيات وما حد قال شيء ابدا، ولا اخذت الدوري. النصر موسم 2020
حصل على 19 ضربة جزاء ولا أخذ الدوري. يعني ضربات الجزاء ما هي اللي تقدم لك الدوري نهائيا. لكن هل هي حقيقة صحيحة ولا مي صحيحة؟ أنا النتيجة 1-1 وضربة جزاء لي سعود عبد الحميد واضحة وضوح الشمس في رابعة النار ولا يحسبها الحكم، ويقولون لا أعطاكم بلنتي. طيب أعطاني بلنتي ليه ما يعطيني الثاني والثالث والرابع والعاشر؟ وش المشكلة؟ لكن ابتلينا بناس سبحان الله ما يبون الحق للهلال. الحمد لله اليوم هو الفوز 27 ليحطم الأرقام كلها. هذا الداهية خسس مع هذا الفريق العملاق. وصلنا الآن القمة مشاركة مع الفريق الويلزي ب27 انتصار متتاليا، ودخلنا كتاب جينيس للأرقام القياسية. الآن بدأوا يرجعون للدفاتر عام 20 وعام 25 أن هناك نادي حقق 52 فوز متتالي. والله ما سمعنا بهالخبر إلا لما وصل الهلال القمة، بينما الفريق الويلزي له كم سنة معلق بالقمة ما حد قال لا الخبر هذا كذب. لكن سبحان الله يوم وصل الهلال صار الخبر كاذب. هذا ديدنهم تجاه الهلال. الحمد لله على الفوز وألف مبروك. بالنسبة للقرارات الانضباطية، إذا صدر فيه قرار انضباطي راح يوقف محليا وآسيويا. اللي يقول ما يوقف آسيويا لا، راح يوقف محليا وآسيويا. ولكن اللي أراه أن اللاعب لم يبصق الماء. صحيح ممكن سوء سلوك، يمكن يعاقب مباراة واحدة فقط ممكن، وطالما أنه لاعب هلالي أنا أعتقد الليلة أو بالكثير خلال 24 ساعة راح يصدر قرار إيقاف عقوبة بإيقاف مباراتين لكي يتوقف محليا وآسيويا. بينما غيره اللي عثى قذارة في ملاعبنا والآن يدخل ويشكك أيضا بانتصارات الهلال ويتحداهم يعاقبونه أو يوقفون عند حدهم. اللي اكتفوا بمباراة واحدة من أجل أن يشارك في آسيا، روحوا شوفوا شو راح يسوون بمالكم، مع أنه ما يستحق إيقاف دقيقة واحدة لأن الرجال رش موية وليس بصق. الله يعزكم. شكرا يا أبو عمر، يعطيك ألف عافية. حبيبنا يا أبو عبد الله، الله يعطيك العافية جميعا. أنا والله ودي أختم، لكن عاد ألف مبروك وإن شاء الله لنا لقاء جميل. أنا أقول لكم لا يفوتكم منشن كريستيانو. ضحك في قمة ضحك يا عيال، تجمع جميع الناس فيه. اوكي اسلم يا سامي كبير، يلا حيا عندك معك دقيقة. انا برجع للمنشن. اهلا وسهلا ومساكم الله بالخير. هلا حبيبي، هلا انا والله طلعت بس هلا كبير حياك الله. ابو عبد الله انا بسألك بس، انت قلت ان اللاعب يتوقف خارجيا ليش؟ الانضباط يتوقف محليا وخارجيا. واذا كانت المنافسه ساريه ما يتوقف خارجيا. لا هذه انضباطيه، هذه كالكرت الاحمر. طيب الكرت الاحمر. شوف اليوم كانتي لعب اليوم مع الاتحاد. طيب هذا دليل انه ما يتوقف. لا صادق. الكرت الاحمر لو الاتحاد طلع من آسيا وقف كانتي اليوم. انا اقول لو اذا لجنه لا سامي لو لجنه الانضباط وقفتها لا حتى السويه ما يقدر يشارك. اذا كان الفريق طلع من الاسيويه الحين. لا شلون طلع من فريق؟ انا اقول لك اسيويا انه يتوقف. لا طلع من فريق تلقائي ما في مباريات، شلون اوقفه؟ لا اذا طلع بتوقف فيه. يا اخوي كبير القرارات الانضباطيه غير الكروت. الانضباطيه يتوقف محليا وخارجيا. اذا قال لك مباراتين يتوقف اول مباراتين، هل سبقتها محليه او دخلت اسيويه يتوقف فيها. ما يحدد لك مباراتين معناتها اول مباراتين تتوقف فيها. اذا كانت خارجيه او ممكن يسبقها مباراتين محليه ما يتوقف خارجيا. لكن لو كانت الاولى محليه والثانيه خارجيه يتوقف فينا الثنتين. انا على بالي نفس نظام الكروت. لا الكروت غير. لا الكروت اذا انت مستمر بالمنافسه ما تتوقف محليا، اذا طالع من المنافسه تتوقف محليا. نفس الشيء اللي صاير مع العقيده الحين. العقيده قرار انضباطي اي توقف محليا. ليه ما شارك قرار انضباطي على طول. صوتك ابو عمر يقطع صوتك. اقول احسنت يا ابو عبد الله، اي قرار انضباطي يوقف على طول اذا كانت في مباراه محليه ولا قاريه على طول. والله المعلومه جديده. لا ان شاء الله انه ما يصدر في حقه شيء، لان اساسا اللقطه واضحه ما فيها لا بصق ولا شيء. بس هم يعني تعرف عاد وضعهم صعب. اذا اليوم انا اشوف ان تغريده رونالدو يعني
كيف أقول لك، هي توازي حجم منجز الهلال. يعني إذا الهلال حقق منجز محلي والله تشوف الرئيس، تشوف لاعبين عاديين. هذا أفلس يا كبير، أفلس، تعرف المفلس. والله هذه دعوة عجوز الظاهر في البرتغال من عمره 7 سنوات. عقب فضيحة الرائد البارح أفلس الرجل، خلاص ما عاد عنده شيء. هو انجني. يعني كيف نهاية رونالدو كانت بالطريقة هذه؟ بس هذا دليل على أن النادي يؤثر على أي واحد. يعني أنا كان عندي قناعة تامة أنه ممكن رونالدو بروزوفيتش يأخذون النصر الليفل ثاني، بس اللي شفت أن النصر اللي أخذهم الليفل ثاني. فهذا دليل على أن البيئة، يعني مثلا تقول في الهلال والله البيئة هي اللي تتحكم مهما كان حجم اللاعب، في النصر لا، البيئة هي مسيطرة مهما كان حجم اللاعب. وهذا ترى شيء يعطيك انطباع اليوم على أن النصر لو جمع نجوم العالم بيبقى مثل ما هو. لا اصلا كبير، انت لما تشوف اليوم كيف تعامل جيسوس مع اللاعبين وكيف اللاعبين يحترمون قرارات المدرب ويلعبون بكل روح، هذا يثبت لك الشيء اللي قاعد يصير في النادي اليوم. على عكس النصر، شوف كيف العبث اللي قاعد يصير من اللاعبين سواء رونالدو وغيره وهو الى اخر. فهذا يثبت لك انه حرفيا في لاعبين اعلى من النادي عندهم، وهذا الشيء لا يمكن بيوم من الايام يخليك كنادي انك تتوج بالبطولات. طالما انك تعامل اللاعبين او اللاعبين يشوفون انفسهم اعلى من النادي، صدقني ما بتحقق شيء. الشيء ذا مش موجود في الهلال، عشان كذا الهلال دائما مستمر في القمة وبيستمر بإذن الله سنوات طويلة، لأنه باختصار فارق عن أي نادي ثاني. الهلال باختصار يتفوق على أندية أوروبية مش آسيوية، فما بالك بأندية سعودية. الهلال يا سلوم ترى قيمة ثابتة في كل الأجيال. يعني الحين لو تجي تسأل أي مشجع جيل الهلال التاريخي راح اللي يقول لك 2002، واللي بيعطيك اسماء لاعبين وبنختلف الى ما لا نهايه على الكلمه، لكن بنتفق على شيء واحد، ان الهلال هو